عمرك حسيت انك طول عمرك بتجري ورا حلم، ولما توصل للحلم ده تلاقيه مش زي ما انت كنت فاكر؟ صباح الفل او مساء الفل عليك وحسب انت هتسوني فيه. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ لا بجد والله، يعني دايما بحس ان انا في برنامجي او في طبع حياتي بخش في الموضوع على طول يعني. ولكن اتمنى والله اي حد بيتابعني وبياخد من وقته انه يتفرج على الحلقه دي يكون كويس ومبسوط. واتمنى والله يا جماعه نتفاعل مع بعض كده، تقولوا لي نفسكم تسمعوا ايه او نتكلم في ايه، او اللي انا بقوله ده لذيذ مش لذيذ. الاضاءه اللي احنا غيرناها دي وجاب لكم سان لايت اهي وشغل يعني برودكشن عالي جدا. يا رب يعجبكم. يعني فيلم النهارده زي ما انتم شفتوا من التايتل او من الثامبنيل هو فيلم اسمه سول. والفيلم ده تقريبا يعني اول فيلم انيميشن اشوفه بعد توي ستوري وفايندينج نيمو. لا واتفرجت على اب، يعني ده هم الثلاث افلام انيميشن انا فاكرهم دول. وانا فاكر احد اصدقائي المقربين هو اللي اتفرج على سول ده. هو فيلم خفيف نسبيا وجميل، ولكن انا تحليلي ووجهة نظري ان معنى الفيلم ده مش خفيف خالص، وبصراحة من الافلام اللي انا ما ندمتش عليها رغم انها انيميشن يعني. الفيلم يا جماعة بيحكي قصة جو جاردنر، راجل متوسط العمر لاعب جاز مدرس موسيقى في نيويورك، اللي برغم حبه وشغفه بموسيقى الجاز بيحس دايما انه عامل زي الفار عايش في جحر. بيشتغل شغلانة عادية زي التدريس، وهو بيحلم باللحظة اللي يظهر فيها كعازف محترف. وفي أحد الأيام هو قاعد لا بيه ولا عليه، واحد من تلاميذه القدام بيقول له أنا جبت لك فرصة العمر، بيعرض عليه إن هو هيقدم النهاردة مع واحدة من أشهر أساطير الجاز عشان العضو الفرق الأساسي مبقاش موجود. فطبعا جو بيطير من الفرح ويقول لك يا سلام، فرصتي أخيرا جات لي أهو، وعلى الأخوة الكبير حظك يا أبو حظيظ، خلاص أنا هتظبط معايا المرة دي. وبيحس كمان إن هو خلاص أنا جات لي فرصة بقى أحقق حلمي وأبين موهبتي قدام الناس وهكذا. ولكن أثناء ما هو ماشي مبسوط بتحصل له حادثة. جو بيقع في بلاعة وبيفوق عشان يلاقي نفسه في مكان زي البرزخ كده بالظبط، مكان الأرواح بتجهز فيه عشان تعيش على الأرض. أما بقى جسمه المادي فهو في غيبوبة في المستشفى، وعشان يرجع لجسمه لازم يرشد روح رافضة إنها ترجع للحياة، والروح دي اسمها 22. ولو نجح في المهمة دي زي ما بقول لكم يقدر يرجع لجسمه تاني. أما بقى بالنسبة ل 22 دي فهي روح عنيدة قليلة الأدب، مش شايفة حد قدامها في الآخر يعني. قضت قرون كتيرة في العالم ده ومش مقتنعة إنها تنزل الأرض، ولا شايفة بيقولوا حاجة مستهوية إنها تنزل يعني. ولكن طبعا جو بيصمم إنه يقنعها عشان مستقبله على المحك يعني. ده جات له أخيرا فرصة إن هو يبقى يتشهر أو يعزف قدام الناس بجد، وواقفة على الشخصية دي أو الروح دي مش عايزة ترجع الأرض بس. فبيبدأوا رحلتهم سوا اللي بيعيش فيها تجارب كتيرة ويشوف فيها حاجات ويقابل ناس تانية مختلفة. مش عايز أحرقها لكم عشان هي دي زي ما بيقولوا الكريم بتاعت الفيلم، المشاهد والحاجات اللذيذة الصغيرة دي. وفي أثناء الرحلات دي يا جماعة وأثناء الخط الزمني بتاع الفيلم بيتعلموا حاجة مهمة قوي، لأن الحياة مش مجرد أنت عايز تحقق حاجة معينة في بالك أو تحقق الجولز بتاعتك زي جو مثلا. ولكن يا جماعة الحياة هي الاستمتاع باللحظات الصغيرة، زي مثلا انه تاكل بيتزا طعمها حلو، تستمتع كده بالاكل وانت بتاكلها. متعه الحياه في اللحظات الصغيره والحاجات البسيطه اللي احنا بنعيشها كل يوم في حياتنا. واثناء الرحله دي فعلا بيقدروا يرجعوا للحياه، ولكن بيحصل لخبطه ان جو بيقع في جسم قطه و22 بتقع في جسم جو. وبنشوف بقى يا جماعه كوميديا ان حد ما عاش قبل كده على الارض او بقاله كتير ما بقاش بني ادم، مش عارفه تمشي مش عارفه تتكلم. هو عمال يوجهها تتكلم ازاي. ولكن زي ما بيقولوا في جمال وفي روعه في المشاهد دي. في ايه بقى؟ زي مثلا المشهد اللي انتم شايفينه دلوقتي ده. طبعا جو كان شايف كل ده ومش قادر يتكلم، وهي عماله تتكلم على عفويتها وناس مبهوره. ايه جو ده طول عمره ما بيتكلمش. وبسبب يا جماعه الرحله البسيطه اللي هي قضيتها مع جو دي واللي قضيتها جوه جسم جو، حبت الحياه وقررت او زي ما ابتدت تشاور عليها خلاص يلا بينا نجرب. طيب وبالفعل بعد الموضوع ده جو بينجح وبيصحى يلاقي نفسه جسم، وبيقدر يا جماعه ياخد فرصه تانية انه يعزف في الحفله. والشيء الجميل الناس بتنبهر فعلا بعزف جو وبيكتشفوا ان هو ايه ده، انت كنت فين من زمان يا عم. والسيده صاحبه الفرقه بتقول له انت لازم تكون معانا بكره وهنكمل وهكذا، والناس مبهوره بيك وبيحس ان هو يا سلام ده انا اسعد واحد، ده انا اسعد واحد في الدنيا. ولكن جو بيحصل له كده حاجه زي ما بتحصل لنا، لحظه صمت كده، ومش عايز اقول يعني ايه عمق، ولكن لحظه تفكير فلسفيه كده. وبيسالها سؤال مهم قوي، هو احنا هنعمل ايه بكره؟ تقول له بكل بساطه نفس الحاجه زي امبارح. فجو بيحس باحباط شويه،
هو كان فاكر ان هو يحس احساس مختلف عن كده، وتقول له مثل حلو قوي هسيبكم تسمعوه دلوقتي. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish. That's what you're in right now. This, says the young fish, this is water. What I want is the ocean. بس وده كان تلخيص الفيلم. طبعا هو الاحداث ممكن ما تكونش بالتسلسل قوي، ولكن انا لخصت المفيد زي ما بيقولوا في الفيلم يعني. وانا بالنسبه لي على غير عادة الافلام دي بتكون مؤثره قوي، بتكون عاملينها بشكل انيميشن، فانت تشوفش ممثل معين بتتفرج عليه او حاجه، ولكن انت بتشوف شخصيات فعلا ممكن تقابلهم عندهم صراعات وعندهم مشاكل انت ممكن تكون بتمر بيها حاليا او مريت بيها قبل كده. بس وخلينا نبدا بالنقطه اللي معانا النهارده. اول نقطه معانا النهارده هي التوقعات ضد الواقع. النقطه دي انا بحبها قوي الفيلم عشان هي حقيقيه قوي، والفيلم بيستخدمه عشان يسخر من حاجات في حياتنا والطريقه اللي احنا بدنا نعيش بيها حياتنا في العصر الجديد ده او في العالم الحديث زي ما بيقولوا. ولكن النقطه دي بالذات غير اي حاجه في الفيلم، ان احنا مثلا بنشوف جو على طول من اول الفيلم منطفي ومشتاق حياته وحاسس ان انا ما عملتش حاليا فايده ويمشي يوم وخلاص زي ما بنقول، ولكن بتقلب حياته 180 درجه لما بتجيله الدعوه او بتجيله فرصه ان هو ممكن يعزف قدام حد جامد او قدام جمهور حتى، يبتدي يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. وخليكم بس فاكرين من ايه؟ مش انه عايز يعجب حد او يحس ان هو ناس معجبه بيه، بس خليكم فاكرين النقطه دي. ولكن جو بسبب هوسه الشديد ده اتعمى، وكان لازم يحصل له حدث كده بيقال عليه في المسرح الحدث التطهيري كاثارتيك ايفنت، عشان بقى من الاخر ايه يفوق لنفسه. وده يا جماعه شفناه لما راح عالم البرزخ وطلب منه انه يساعد حد تاني عشان يقدر يرجع لحياته، ولكن هو اللي كان همه مش فارق له، هو الراجل همه انا عايز ارجع حياتي وخلاص، ارجع بالطريقه الصح ارجع بالطريقه الغلط، المهم ارجع حياتي وخلاص، مش مهم انا مش فارق لي اساعد حد ولا لا. ولكن المضحك والساخن ان هو لما رجع حياته ما كانش مستمتع زي ما هو توقع، وراح الحفله وأدى والناس انبسطت بيه، ولكن ما كانش عنده توقعات اللي هو كان متوقعها. زي ما بقول لكم الواقع كان غير التوقعات اللي هو رسمها في خياله. هو انبسط بس حاسس انه قدامه بعدين واخر كلام عامل ايه. وبقول لكم مثلا لو قلت الجمله اللي هو المشهد الاخير ده كان معبر عن شخصيه جو. هو كان بيحب الجاز ويحب الموسيقى من وجهه نظري عشان هو عايز يعمل حاجه جديده، بيعمل حاجه مختلفه، بيعمل حاجه هو بتعبر عنه. To be part of something important, something that lasts, that means something. ولما لا حس ان الموضوع بقى زي ما بنقول كوميرشال او بقى روتيني، حتى بلاش كوميرشال، هنعيد تاني هنيجي بكره نعيد تاني، قال لك مش ده اللي انا عايزه، مش ده اللي انا بدور عليه. هو الفكره يا جماعه ان هو جو كان زي ناس كتيره مننا عايز يعمل حاجه تحس انه بيعمل فايده كل يوم، بيعمل حاجه جديده، بيعمل حاجه بتاثر وهتعيش مع الناس. وهنا كانت السخريه تاني ان هو الحياه اللي هو كان ماشي دي كانت زي الفل. انت كنت بتدرس للطلاب يا اخي كل واحد فيهم هيطلع يقول ده مستر جو ده هو اللي حبيبني في الموسيقى، هو اللي خلاني شخص فني او هكذا، وانت كنت تعمل كل يوم ده يا عم جو، كنت تعمل ده. ولكن هو كان باصص زي ما بيقولوا ايه على النص التاني، او زي اللي هو المثل بتاع الصوره بتاعت الباص دي، كل واحد بص على حاجه معينه وكان بص من الناحيه التانيه احسن. وده نفس المثل اللي انا كنت سايبه لكم، اللي صاحبه الراجل كانت بتقوله له انا السمكه تقول لك انا عايز اروح المحيط، فالسمكه التانيه قالت لها ده ايه؟ قال لها دي ميه، انا عايز اروح المحيط الكبير ده، ما هو اللي انت فيه ده هو المحيط. فهو للاسف يا جماعه ساعات كتيره بنكون فاكرين ان احنا فيه ده وحش، او اللي بره مع ناس تانية ده احلى بكتير من كده، هتكون ده اللي نفسي فيه فعلا. اللي عايز بس اوصله للنقطه دي هي اننا اوقات كتيره بنبص بره قبل ما نبص جوه، ودي بقى هي تاني نقطه معانا النهارده وهي الخوف. الخوف يا جماعه محرك جيد في اوقات كتيره جدا، ولكن في اوقات تانية بيعمينا عن الخوف الصح. في الفيلم يا جماعه بنشوف جو هو خايف يعمل حاجات كتيره، خايف يتكلم، خايف يجرب، خايف يواجه الناس، خايف حتى يقول لهم هو بيعمل كده ليه او بيحب الحاجه دي ليه. فاتولد عنده يا جماعه شعور زائف زي ما بيقولوا ان هو لازم الحاجه دي عشان يحس ان هو مبسوط، زي مثلا الحفله، او زي مثلا ان انا عايز اكون عازف مشهور، مش انا عايز اكون مدرس وهكذا، لمجرد بس ان هو فاكر ان الحاجه دي ممكن تكون لذيذه، او ان دي الحياه اللي هتبسطه او تملى الفراغ اللي جواه او الاحساس اللي جواه ان انا خايف يكون فايتني حاجه. ودي للاسف بقت حاجه منتشره بينا كتير، ومصطلح مشهور قوي هو اسمه الفير اوف ميسنج اوت. تحس ان هو طول انت خايف يفوتك حاجه، فانا محتاج يبقى احدث تليفون، محتاج سوري اتعرف على البنت الفلانيه، محتاج اعمل حاجه كده عشان ابهر فلان، محتاج وات ايفر، مفيش حاجه بالي يعني، محتاج الف العالم، محتاج البس لبس معين، مفيش حاجه فايتاك. بجد يا جماعه لو كلنا جميعا كده فكرنا وخدنا نفسنا لحظه كده، انا خلاص انا كويس، انا في مكان كويس، عندي حاجات تانية من ناس كتيره، انا اتليست انا بفكر، اتليست انا ممكن افكر ان انا ناقصني حاجه، او اتليست بفكر ان انا احسن من نفسي، ده مش مجرد عند ناس تانية. ف لو فكرنا كده في لحظه هدوء، لا عندنا حاجات كتيره كويسه وجميله، واحنا فعلا يا جماعه كل يوم بنعمل امباكت كويس
وبنسيب اثر طول ما احنا ماشيين. اما بقى الحل فهو في النقطه الثالثه اللي 22 قدمتها له، وهي اتكلم، عبر عن نفسك، قوم صوت، قوم اعمل اي حاجه، سمعنا صوتك يا اخي. انا نفسي لما بعمل البرنامج ده وبطلع بوش عشان اصل انا هفضل طول عمري قلقان او هفضل دلوقتي خايف اقول رايي. طب ما عادي، ممكن في ناس منكم يعجبها الكلام وممكن ناس ما يعجبهاش، ولكن انا ما كنتش اعرف ولا هقدر احدد 100% ان حاجه دي ناجحه او لا او محبوبه او لا غير لما اجرب وغير لما اتكلم وغير اقول اللي عندي. اتكلم، سمع الناس صوتك، لان ببساطه وبنسبه كبيره كلنا هنموت في الاخر، وفي ناس كتير هتنسى كلامك ده. وزي ما قلت في حلقه قبل كده، هيجي واحد بعد عمر طويل يقول لك مين الحمار اللي قبلني كان بيقول الكلام ده؟ فما تقول يا عم، ما تقول نفس الراجل اللي هو بتاع وائل ابراهيم، ما تجرب يا اخي، انت خسران حاجه. فده بالظبط اللي عملته 22 لما عاشت حياه جو، بدات تتكلم مع الحلاق وتقول على بالها وخليته يواجه امه، وفي المرتين جو طلع كسبان. وانا بعتبر 22 دي كشافه سلطان السكري من مسرحيات الكبر جدا، لما كان بيقول انا صحيح مدب وبجعجع بس قلبي طيب. وسبحان الله يا جماعه، الناس دي هي اكتر ناس فاهمه الحياه، عشان كده بيتكلموا، عشان كده عارفين ان هو اللي عمره قصير وانا هقول اللي عندي وخلاص. وانا حتى زي ما بقول لكم في البرنامج ده قبل حتى ما برنامج يوتيوب كنت بخاف اتكلم، كنت عايز اقول ده عشان الناس ما تقفش مني، وبعدين ما ينسوا وانا مش عارفين مين اساسا حتى او مش بيدوروا ورايا. ولكن الشعور مثلا لما انا اتكلمت حاسس ان انا الارتيست اتكلم، حتى لو كان طلع وحش، حتى لو الفيديو ده شخصيا طلع وحش، ولكن احس ان انا اتكلمت، احس ان انا جربت. انا بقول لكم مش هاجي في يوم ما اقعد مع نفسي كده يا ليتني سويت ولا ليتني فعلت. ده اسوء احساس انا مجربه شخصيا، يا ريت كنت عملت، ده سيء جدا. عشان كده في النقطه الرابعه حابب افكركم بحاجه مهمه جدا، وهي عكس الفومو. الجمله دي اسمها ايه؟ يولو، يو اونلي ليف وانس، انت تعيش مره واحده فقط. وده بقى انا شايف ان هو كان معنى مستخبي جوه الفيلم او معنى ظاهر، مش فارقه يعني. جو طول الفيلم زي ما قلنا كان عمال خايف يجرب حاجات كتيره، زي ما قلنا، وعمال يتمنى ويفكر ويحسبها عارفين الكومنت بتاع الماثيماتكس ده. في حين لما 22 بقت مكانه عملت كل حاجه هو كان خايف يعملها، واهمها ان هو يستمتع، عشان لما جربتش العيشه دي وما تعرفش هي جربها تاني ولا لا. قالت لك مستمتع، ايه اللي هيحصل يعني؟ وبالاخر يا جماعه طز كبيره كده، انا ايه اللي هيحصل يعني؟ لما راحت اتكلمت مع الحلاق والناس كلها تسمع ومنبهرين لكلام روح اول مره تعيش على الارض اساسا. ودي من ضمن النقط اللي انا شخصيا بفكر فيها، هو انا هخسر ايه لو جربت؟ بجد والله مفيش. وزي ما قلت في النقطه اللي فاتت، محدش هيفتكر حاجه، كل الكلام ده هيتنسي، وانت هتموت وكلنا هنموت. فاتليست يا عم في العمر اللي انت عايش فيه، او سواء 100 60 200 وات ايفر، قول اللي نفسك فيه واعمل نفسك فيه طالما انت مش بتأذي حد. انما لو انت ما جربتش هتخسر كتير. ده بقى هتخسر لو انت ما جربتش، هتحس زي ما اقول لك يا ريتني كنت جربت، او تفضل تقول ده انا كان ممكن اجرب وانجح. طب انت مش تعرف، هتفضل طول عمرك عايش في الديليما دي او في العقده دي، ان انا ما اعرفش كنت هنجح ولا لا، ما اعرفش البرنامج ده كويس ولا لا. ودي من ضمن الحاجات اللي تخلي الحياه فيها متعه شويه، التجربه، اقعد اجرب وافشل، اجرب وافشل وهكذا. ولما حاجه زي ما بتضرب كده بتحس نفسك مبسوط جدا، انا جربت وضربت معايا زي ما بيقولوا كده بالبلدي. وبالذات يا جماعه فكره ان احنا كبشر متوسط عمرنا 60 سنه مثلا، فانت بتنام منهم 8 ساعات المتوسط يعني برضو او طبيعي يعني. فانت تتخيل مثلا ان في تلت عمرك ده بيضيع في النوم اساسا، يعني في 20 سنه كده بسم الله الرحمن الرحيم، تلت كل يوم من عندك ده بيضيع في النوم اساسا. صباح الفل، يعني في 20 سنه ضاعوا من 60 نوم بس. لسه كنت بسمع بودكاست كده قال لك ودخول الحمام والاكل والشرب والمشاوير ده وكده، خلاص انا فيك 4-5 سنين انت ممكن اولموست داخل في 50% من عمرك بيضيع في الحاجات الاساسيه، النوم والاكل والشرب والحمام وهكذا. فهو يا جماعه هل احنا اي حد فينا مستعد تاني ده النص التاني بقى ل 50% اللي فاضل لك في عمرك انت خايف تجرب؟ تقول اصل انا مكسوف، اصل انا الناس تقول عليا ايه والكلام ده. انا عن نفسي بقيت احاول اجرب على قد ما اقدر. نعم لسه بخاف، لسه بقول طب الناس تقول عليا ايه، ولو كلمت فلان ده يقول عليا ايه وهكذا، ولكن باخدها خطوه خطوه. وده برضه نرجع لفيلم شفناه لما جو جرب الحفله، حاجه اللي كان نفسي فيها قوي جربها، طلعت ممله جدا. فاكتشف ان مش دي الحاجه اللي هتبسطه، ومش دي الحاجه اللي هيحس ان هي كانت فاتته، ولكن ما كانش يعرف كده غير لما يجرب. ودي برضه كانت فرصه ليه ان هو يكتشف ان هو حياته دي كويسه، في حاجات تانية من اللي 22 عملتها هو بيحبها وبسطته وادته سعاده اكتر من السعاده بتاعت الحفله. اما بقى في مسك الختام، النقطه دي انا بشوفها هي كور الفيلم ومحور الفيلم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، خد نفس عميق واستمتع بالحياه. بطلوا جاي يا جماعه، في حاجات كتيره قوي في الحياه احسن من النجاح الظاهري، وانك تحس ان ليك منصب ومكانه في العالم وانا عملت حاجه ما تنسيش وهكذا يعني، وان الناس تقول عليك زي ما بنقول في مصر كده انت ما هنا ما هناك وهو في حاجات اهم من كده بكتير، وبتسعد البني ادم اكتر من كده بكتير. الحاجه بقى حلوه وكل لحظه فيها سواء كانت سخيفه او لذيذه، استمتع يا معلم باللحظه اللي انت فيها عشان هي مش هترجع تاني. انا عارف ان في ايام بتعدي على الواحد ما بيكونش فيها مش هيمشي،
خلاص مش عايز حاجه، بقول حياتي خلاص سيئه وما تاخدش ان هقدر اكمل بعد كده. بس لما تيجي تفكر فيها، طب وانا صحيت من النوم ولسه بتنفس وربنا اداني يوم جديد، طب ما استغله، طب ما انبسط بيه. في حاجات سخيفه ومواقف سخيفه وحاجات بتكسر الواحد وبتخليه يحس ان هو ان العالم انتهى، ولكن ده للاسف جزء من الباكج زي ما قلنا في حلقات برضه قبل كده. زي الحب بيجي مع الفراق، بيجي حاجات صعبه في الحب، نفس الكلام. السعاده لازم يجي معاها حزن، انت مش تاخد الحياه كلها سعاده بس وايام حلوه بس وطول عمرك تحصل اللي انت عايزه. لا، احسن حاجات في النص ممكن تكون شديده جدا عليك، فده جزء من الباكج يعني. ودي طبعا مش هنقدر نغيرها في حاجه، عشان دي الطريقه اللي الدنيا ماشيه بيها وربنا خلق الدنيا بيها. ولكن وجهه نظري الشخصيه، وبسمع ناس كتير بتتكلم كده في علم النفس، ان هي الموضوع كله هنا طريقه رؤيتك للامور ازاي، وطريقه رؤيتك للظروف دي عامله ازاي. هل انت بتستغلها عشان تتعلم حاجه عن نفسك، او تتمرن على حاجه انت تستحمل، او انت تغير افكارك ورؤيتك للموضوع، ولا تفضل تشتكي وتقول ده انا منحوس وانا حياتي سيئه وانا بيجري لي وحش. وفي فكره انا سمعتها كده بتقول لك لو النهارده اخر يوم ليك في العالم تحب تقضيه ازاي؟ وانا ما اعتقدش ان في حاجه ممكن تتقال او تضاف بعد الجمله دي او الفكره دي يعني. ويعني من الاخر كده عيش اللحظه. بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو ما شفتوش فيلم يا ريت تدوا له فرصه تتفرجوا عليه. ما تنسوش طبعا تعملوا لي كومنت وسبسكرايب وتقولوا لي نتكلم عن الحلقات الجايه. كالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من مسرح الاساطير والافلام. سلام.